يذكر أهل السير عن رجل عجيب جدا يقال له قس بني ساعدة. ده اسمه كده، مش قسيس، هو اسمه كده. كان من فئة الموحدين اللي كانوا بين عيسى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في ناس موحدين على دينهم، على التوحيد. فقال بعضهم: أتيت قسا أنظر أخباره. الراجل ده ذكره طبق الآفاق، الناس كلها قاعدين يقولوا ده إيه؟ قلت أما أروح أشوفه كده. قال: فسألت عنه فقيل في هذه الغيضة. قال له: شايف الجنينة المتشابكة هناك دي فيها شجر كده؟ قال له قس هناك، لسه داخل هناك دلوقتي. قال: فدخلت وأقبلت عليه ثم أحجمت. داخل عليه كده رحت مفرمل على طول. ليه؟ قال: رأيته قد جلس وحوله أسود. الكلام ده بيذكره ابن كثير في التاريخ. وحوله أسود يشربون من بعض الماء بين يديه. قال: فأقبل أسد ليستبق أسدا على الشرب، فكان مع قس قضيب، مع حتة عصاية أو حديدة كده، فضربه على، تصور بقى، راح مد الأسد فضربه على رأسه وقال: ارجع لا تأخذ حق أخيك. فرجع الأسد. قال لي: أنت شايف فيلم قبل ما تيجي النهاردة ولا إيه؟ نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. طب دي بيذكروه في التاريخ القديم. كيف تقول بما صح سنده أن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم كسر به في البحر فنزل على الشاطئ، فبينما هو يمشي إذ لقي أسدا فعرك أذنه. بص، دخل على الأسد كده وعمل له إيه؟ راح لعب له في ودنه كده، عرك أذنه. وقال: أيها السبع أبا الحارث، وده من كنى الأسد، قال: أبا الحارث إني سفينة، مش عارفني؟ إني سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انكسر بي في البحر ولا أدري أين ذهب الجند، مش عارف الجيش راح فين، فدلني يا أبا الحارث. قال: فهز الأسد له ذيله وأحدث مواء. الأسد نونوله، ثم مشى بين يديه حتى دله، فلما استدل على الجند أحدث الأسد مواء وانصرف. راح منونوله تاني وخد بعضه إيه؟ إذا علمت إن الأسد دوت شراسته وهدوءه بيد الله عز وجل هتعمل إيه؟ ما تخافش. عامر بن عبد قيس وهو ماشي كده لقوا أسد، فالقافلة كلها أحجمت، وقفوا مكانهم وقالوا: ما نشوف هنموته ده ولا هنعمل فيه إيه؟ فضل عامر ماشي وناس وقفوا كلهم وهو ماشي حتى بلغ إلى الأسد فرفع قدمه ووضع رجله على متنه. الأسد واقف كده، راح وحط رجله على دماغ الأسد كده. فلما سئل عن ذلك قال: إني لأستحي أن يطلع الله على قلبي فيراني أخشى أحدا من خلقه.